تخيل توصلك باكيت غريب بعد 7 سنين من وفاة أبوك، وتلقاه مكتوب عليه افتحه بس إذا حسيت بشي يراقبك. هي مو فيلم، هي قصة حقيقية صارت بأمريكا سنة 2018. شاب اسمه لوكاس عمره 25 عايش بأوهايو. أبوه توفى سنة 2011 بحادث سيارة وخلص الموضوع. بس سنة 2018 وصله صندوق صغير بالبريد مرسل من أبوه، الإيميل والعنوان حقيقي، بس شلون؟ الورقة المكتوبة بخط أبوه تقول: إذا حسيت إنك مراقب افتح الصندوق فوراً ولا تخبر أحد. لوكاس كان ضاحك بالبداية، فكرها مزحة، بس بعدها حس فعلاً إن أكو شي يتبعه. كاميرات البيت سجلت حركة غريبة وظل يمر بالغرفة من دون ما أحد يدخل. فتح الصندوق ولقاه بيه فلاشة بيها تسجيل صوتي ليبو يقول بيه: إذا وصلتك هاي الرسالة معناها إنهم لقوك، اهرب، لا تثق بأحد حتى بأقرب الناس. ومن يومها اختفى لوكاس وما حد يعرف ايش صار بيه.